من الوصفات المنقذة بالنسبة لي، يعني لو ضيف جالي فجأة، لو حد من ولادي قال أنا جعان، على طول أقوم أعملها وما بتاخدش معايا وقت. سهلة وبسيطة ومش مكلفة، بالعكس، وحاجة نضيفة بين ايديكي ومشبعة لولادك لجوزك لضيافة حلوة. هنسمي الله، ومعانا 1/2 كيلو لحمة مفرومة، وهنا معانا بصلة كبيرة فرمينها كده بميتها ما صفيناهاش، وهننزل بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هننزل باللحمة وعليها البصل بتاعنا كده، وهننزل عليها بفلفل اسود، وهننزل بملح، وبس كده، ولا اسهل من كده. يلا بقى قلبيها تقليبة حلوة كده البصل في اللحمة بالشكل ده كده. شاطرة. يلا بقى على التلاجة، هنسيبها ترتاح 10 دقايق، وتعالي بقى هقولك هنعمل ايه. معانا هنا بطاطس مقطعينها مكعبات بالشكل ده كده، ومعانا حباية كبيرة من الطماطم نزلنا بالطريقة دي مقطعينها صغيرة. معانا قرن فلفل حار، وتقدروا تستبدلوه ببارد زي ما انتوا حابين. معانا هنا 7 بهارات، هناخد منها معلقة صغيرة. ومعانا كمون، رشة من الكمون بالطريقة دي كده، وهننزل برشة من الكزبرة. ايوه كده. معلقة من البابريكا صغيرة، كام فص توم مقطعينه مش هرسينه، معلقة ملح صغيرة، عصرة ليمون معانا. ايوه كده. معلقتين من الزيت. ايه رأيكم؟ ولا خدنا مواعين ولا كركبنا مطبخ ولا اي حاجة. وانا من الناس اللي بحب اعمل اكل في الصواني كتير في الفرن. يلا بقى تقليبة حلوة كده. ولو لسه ما حطيتيش اللايك، يا ريت تحط اللايك، وادعميني بلايك وشير، واشتركي في القناة، وفعلي الجرس عشان توصلك اشعارات بكل جديد. طلعنا الكفتة، وهنعملها بالطريقة دي كده، واستحالة انها تفك معاكي. خليكي معايا للاخر وانتي تشوفي كفتتنا هتطلع عاملة ازاي. هنعملها بالطريقة دي كده كلها، وهنشكل الكمية كلها بالشكل ده. معلقة صلصة، عليها معلقة سكر صغيرة، هننزل كده بشوية مية صغيرين، واديها تقليبة. ويا سلام لو كان عندك مرقة لحمة، مرقة فراخ، اي مرقة عندك لو متاحة، انزلي كده على الصلصة مكان المية، وهتديكي طعم كمان اجمل واجمل. هتنزلي كده، يلا حبة مية تاني في نفس الطبق الصغير ده، وهننزل بالشكل ده. فرن بتاعك مولعاه وسخن وجاهز، هتدخلي في الصينية. ولو مستعجلة عليها وعايزاها في 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير، فغطيها بورقة زبدة وورقة فويل، وهتطلع معاكي مش هتاخد وقت. هي ما خدتش أكتر من نص ساعة معايا. ولعي فحماية، شوية زيت من اللي نزلوا من الصينية، ويلا شمي بقى الروايح الحلوة. ولا أجدعها كبابجي عندك في البيت. بالطريقة دي اعملي رز أبيض بسمنة بلدي معاها، أو أي نوع رز انتي حباه، اعمليها وقدميها وقوليلي رأيك ايه. وهي دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون نالت إعجابكم. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وأكلة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.